احنا كنا نزلنا فيديو على الانستجرام للناس عشان تبدا تكتب عليه اسئله ونبدا نرد عليها في الفيديوهات على الانستجرام، ودلوقتي هبدا ارد عليكم في الاسئله اللي سالتوها على البيج عندنا. كان حد سال لطيف جدا بيقول لك انا بعد ما امشي على الدايت وانزل في الوزن برجع اتخن من الاول تاني، ده يحيى. بص يا يحيى، لازم نتفق مع بعض ان لا يصح الا الصحيح، والصح ما بيتجزأش يا صديقي. هتمشي مظبوط على منظومه التغذيه هتلاقي ان انت وزنك بيتحسن، هتخرج عليها في اي وقت ميزانك هيبدا يبوظ. مفيش اي حاجه يا صديقي هتضمن لك انك تفضل بميزان جيد او بشكل كويس او نسب دهون قليله غير انك تفضل متبع برنامج تغذيه صحي على مدار الوقت. تيجي تقول لي طب ما اللي حضرتك بتقول ده مش ابلايد او مش حقيقي، هقول لك لا يا صديقي حقيقي، لان انت بمنتهى البساطه بتحدد الجولز بناء على الريكويرمنتس بتاعتك. انت لو شايف ان الجول بتاعك مطلوب انك تبقى دايما بشكل كويس ودايما نظامك وزنك ما يزيدش ودايما في احسن شيب، يبقى قولا واحدا لازم تفضل على برنامج تغذيه صحي طول الوقت. وبالتالي الحل ليك ما دام انت بتسال ليه انا بمشي على نظام التغذيه وبرجع اعك تاني او الخبط، انك قولا واحدا لازم تحدد هدفك انك لازم تفضل ماشي على المنظومه الجيده. اما توصل بقى لزون كويسه، مثلا نقول ان انت وصلت للميزان اللي انت عايزه او للشيب اللي انت عايزه، حاول قدر المستطاع ان الخروج عن المنظومه ما يزيدش عن كيلو 2 كيلو، تقدر تتداركهم بسرعه. يعني زدت في ظرف يومين ثلاثه تقدر تلم الايه اللي انت زدته في الميزان، او تبدا بالتمرين بتاعك مع الدايت تبدا تلم اللي انت زدته في الميزان.